السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. حلقة النهاردة هي قصص وتجارب حقيقية حدثت بالفعل، وطبعا ليكم كل الحرية في تصديقها أو تكذيبها. الحلقة من إعداد الكاتب يونس الحداد، أنا بشكره جدا وبشكركم جميعا. ولو عندكم تجارب حابين تشاركوها معانا، تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية في فيسبوك، هسيب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة معانا انزل اشترك في القناة، وما تنسوش اللايك والشير في كل مكان. بس كده، وقبل ما نبدأ صلى على الحبيب المصطفى. أنا اسمي محمود من محافظة سوهاج. بتبدأ القصة سنة 2010. الوقت ده بالتحديد كان بعد وفاة أبويا الله يرحمه. أختي كانت متعلقة بيه جدا، فكانت بتقعد لوحدها تبكي كتير في الحمام خصوصا بالليل. طبعا اللي جاي أكيد متوقع، لأن أختي اتلبست. المهم جه شيخ قرأ على كل اللي في البيت. الحاجة الوحيدة اللي عملها الشيخ ده إنه اكتشف موضوع تلبس أختي. هو للأسف كان ضعيف مش قوي، وضعفه ده اللي خلى الجن ضحك عليه. الجن قال له إن اسمي أحمد ومسلم، وإنه زعل على أختي جدا. المهم الشيخ قال إن الجن خرج من أختي، وفعلا ما حصلش حاجة لفترة طويلة. عندي بقى ابن عمي اسمه أشرف، إحنا عايشين مع بعض في نفس البيت. المهم من زمان أشرف وأختي لما كانوا صغيرين، أبويا وعمي قالوا إنهم هيتجوزوا زي عادة أهل الصعيد. وبعد وفاة أبويا بكم شهر، أشرف سافر واحدة من محافظات مصر للشغل، كان هو وأصحابه. عدى حوالي 15 يوم وأشرف رجع، بس اللي رجع ده مش هو اللي نعرفه. كان بيتكلم كلام كتير مش موزون نهائي. وفي ملحوظة مهمة، أشرف وحيد أمه وأبوه على بنتين، فكانت أمه بتخاف عليه جدا، دايما تقول له اعمل كده وما تعملش كده، امشي مع فلان وما تمشيش مع علان. فالموضوع ده خلى شخصيته ضعيفة قوي. نرجع تاني للحكاية. هو كان بيتكلم كتير كلام مش موزون، وبيعمل حركات مش مفهومة، زي ان ممكن يضرب بنات عم التاني، واوقات كتير بيبقى صعب السيطرة عليه. طبعا احنا قلنا ان اكيد ملبوس هو كمان، وجبنا نفس الشيخ وقال ان معمول له عمل. كمان قال كلام كده مش راكب على بعضه. المهم رحنا لاصحابه اللي كان معاهم وسألناهم هو ايه اللي حصل في السفر. قالوا انه وقع في الحمام، بس محدش شاف ايه اللي حصل له. بعد فترة من اللف على الدجالين اللي كنا فاكرينهم شيوخ، رحنا لواحد اسمه الشيخ مصطفى، كان بيعالج الناس بالقرآن. وفعلا بعدها أشرف رجع لطبيعته. في نفس الوقت ده عمي كان بيسافر السعودية، فخد أشرف اشتغل معاه حوالي سنة. بعد كده بقى يتصل بينا يقول خلي بالكم في حد هيجي يقتلكم، وكلام زي ده كتير مش مفهوم. نكلم عمي علشان نطمن عليه، يقول لنا هو كويس بس بيهزر. بعدها بيغير الموضوع أو يقفل الكلام. احنا خدنا فترة مش قليلة في نفس الحكاية. بعد كده عمي ورغم صغر سني إلا إنه كان بيثق فيا جدا، بقى يبعت لي فلوس أجهز له الشقة، وطبعا كل ده بمساعدة أختي اللي هي العروسة. المهم تمت كل حاجة وجهزنا الشقة. بعدها رجع أشرف وعمي علشان الفرح، لكن قبل الفرح بحوالي شهر حصل ضرب نار في الشارع عندنا، وراحت فيها أختي الصغيرة بالغلط. أنا كنت متأثر جدا بموتها، لأن يعتبر أنا اللي مربيها. قعدت سنة مش عاوز أعمل حاجة خالص في حياتي. طبعا اتأجل الفرح طول الفترة دي، لحد ما قعدت أنا وأخويا اللي أكبر مني واتكلمنا مع عمي علشان نتمم الجوازة من غير فرح ولا هيصة. المهم أخويا كان ملتزم بشغل، حتى ما حضرش الجواز ومشي قبلها، فقعدت أنا وعيال عمي تممنا كل شيء، وفعلا تمت الجوازة. لكن هو يوم واحد بس اللي كان الجو هادي فيه. تاني يوم اللي هو الصباحية
سمعت إن ما حصلش حاجة بينهم. طبعا حضرتك فاهم قصدي كويس. المهم كان في دجال معروف في البلد عندنا، راح له ابن عم الكبير، جاب طبق صيني كتب عليه شوية طلاسم ومية، بعدها قال إنه مربوط. الغريب بقى إن أول ما أشرف شاف الحاجات دي مسكهم ورماهم. ومن هنا بدأت المعاناة الحقيقية. المعاناة ما كانتش مع أشرف لوحده، لا ومع أختي كمان، لأن الجن اللي عليها ولا كان مشي ولا كان اسمه أحمد، ده اسمه جرجس. بعدها بدأ ابن عمي يرجع للي كان بيعمله الأول، من كلام وحركات مش مفهومة ولا متزنة، بس كان أضعاف مضاعفة بقى، يعني أشد من الأول بكتير جدا. بقى يتف من بقه مية ويلف حوالين نفسه بطريقة غريبة، طريقة تخليك تقول عليه الراجل ده أكيد مجنون. خلونا نسيب أشرف شوية ونروح لأختي. أختي بدأت تصرخ كل ما تسمع القرآن، ومرة بالنهار دخلت عليها الأوضة بكلمها وبقول لها مالك، راحت ضرباني في صدري لزقاني في الحيطة، حرفيا لزقتني في الحيط. على فكرة أنا مش بخاف منهم، فقلت له مهما تعمل هتخرج منها برضه. قال لي مش هخرج وممكن أموتك قبلها. قلت له كداب ولا تقدر تعمل حاجة، الموت والحياة دول بإيد ربنا وبس. ولمدة 15 يوم واحنا على الحال ده، زعيق وصراخ وحاجات كتير بتتكسر. أمي فضلت كل يوم تبكي، خايفة على بنتها التانية تروح منها، وأنا كل ده واقف مش عارف أعمل إيه ولا إيه. ما أنا كان سني وقتها 15 سنة، يعني عيل مش مستوعب كل ده لسه. المهم هو اللي كان على أختي بدأ يستفزنا، كان يقعد عند المطبخ ويقول هاتولي شاي وفايش، والحاجات دي أختي أساسا بتحب تاكلهم. يقعد يكلم كل واحد فينا ويقول له انت هتبقى كويس وهتعمل كذا وكذا، وانت هتفرحي وتتجوزي قريب. يكدب على اللي قاعدين ويجي عندنا يبص في عيني وما يتكلمش. اقول له يا اخي بلاش كدب واخرج بالادب، انت ما زهقتش؟ في الفترة دي اختي كانت بتحب تقعد لوحدها في اوضة ضلمة، تفضل تهز جسمها لقدام والورا بمنظر غريب ومرعب، ده غير انها بتتشنج كتير. لكن بعد ال15 يوم دول هو اللي طلب بنفسه، قال انا عاوز شيخ مسلم وبالقرآن هخرج. احنا سمعنا كلامه وفعلا جبنا حد بالقرآن، والحمد لله المرة دي خرج نهائي بلا رجعة. نرجع بقى لأشرف. هو كان بيعمل حاجات في المقابل وفي نفس الوقت تشيب، تخليك عاوز ترمي نفسك من فوق أعلى بيت. كان يفضل يقول أنا مراتي حامل وإنها تخلف قريب، مع إن مفيش حاجة حصلت بينهم أصلا. يفضل يقول أنا بخير وكويس، يبص لأمي وبنت عمي بطريقة مرعبة تخوفهم. الغريبة في الموضوع إن بيحب يسمع القرآن ومنتظم في صلاته جدا جدا جدا. الدجال اللي عندنا في البلد مرة قابله في الشارع وكان معاه عصاية، كاله علقة تموت بيها. في الفترة دي أختي كانت خفت تماما، إنما أشرف لسه زي ما هو، وكانت لسه على ذمته برضه. عدت سنة والحال كما هو، بعد مصاريف تجاوزت 100,000 جنيه، وكان مبلغ كبير أيامها. كله ضاع على الدجالين والشيوخ والأعشاب، واللي يقول فكيت وعملت وخلصتكم منه، لحد ما جه واحد شيخ قال إنهم مش هينفعوا لبعض ولازم يتطلقوا، وفعلا تم الطلاق بينهم. بعدها بكم شهر عمي قال إن حل ابنه عند الدكاترة. من هنا بقى تبدأ دوامة جديدة مع مصاريف جديدة، حرفيا تجاوز 200,000 جنيه لحد 2015، علاج بقى وإشاعات وقرف. الموضوع بدايته خالص كانت 2010 بعد وفاة أبويا، أما قصة تعبهم فبدأت 2013. أنا بقول التواريخ علشان تبقى واخد بالك قوي، سنة دجالين وسنة دكاترة. المهم عم الله يرحمه مات، وكأن بموته اللعنة اللي كانت في ابنه اتفكت. كل حاجة رجعت طبيعية مع أشرف، بس الأمور الجنسية فضلت زي ما هي. بقى يروح لدكاترة ذكورة وعلاج وحاجات كتير لمدة 3 سنين ومفيش أي فايدة، لحد سنة 2019
أنا تعبت وجالي فشل كلوي، الحمد لله على كل حال. هو زعل عليا ورجع زي الأول تاني، بس ابن عمي خده ووداه لدكتور عندنا في سوهاج، اداله شوية علاج وكام جلسة كهرباء وبقى تمام. هو بياخد العلاج وماشي عليه لحد اللحظة اللي بكتب فيها التجربة، بس للأسف برضه مفيش فايدة وبيتعب كل فترة. آخر حاجة من كام شهر راح لواحدة قالت له انت شارب عشبة سينوية، والحل انك تجيب العشبة المضادة ليها برضه من سينا، بس هو لوحده ما يعرفش يعمل كده. طبعا زي ما قلت لك يعتبر ما عندوش شخصية. اما اخويا كان مشغول بعمليتي، لسه مفضيش لحد دلوقتي من القلق عليا علشان يروح معاه سينا. انا اتكلمت معاه وقلت له شوف موضوع اشرف وساعده، انا بقيت كويس وبخير، ولحد دلوقتي يبقى الحال على ما هو عليه. انا بطلب منك يا استاذ مصطفى، لو في حد من سينا سمع القصة او يعرف اي حاجة عن العشبة، هل هي فعلا موجودة وحقيقية ولا لا؟ ولو موجودة فعلا ياريت يتواصل مع حضرتك ويقولك على الطريقة اللي نقدر نجيبها بيها، لعله يكون سبب في فك لعنة محدش عارف ليها حل حتى الآن ومحدش لاقي لها أي تفسير. حاجة أخيرة، هو لما بيكون تعبان بيقرب من أمه وبيحبها جدا جدا بطريقة غير العادة، حرفيا ما بيتحملش عليها الهوا الطاير، خصوصا لما بيتعب. بعتذر جدا لو طولت عليكم وشكرا لكم جميعا. القصة دي حصلت معايا من 10 سنين. أنا ساكن في بيت أبويا وهو بعيد عن بيت جدي بكام شارع. المنطقة اللي فيها بيت جدي هادية جدا ومفيهاش عواميد نور كتير، علشان كده بتكون ضلمة بالليل. وأنا بحب أزور جدي كتير خصوصا مع أبويا، بنروح نعدي عليه وعلى بيت عمي. في يوم كنت سهران وحاسس بالزهق، ففكرت أروح أزور جدي وأقعد معاه شوية. وقتها كان أبويا نايم، فمشيت في الشوارع لحد ما وصلت عند أول المنطقة اللي فيها البيت. وفي الساعة دي كانت الدنيا هدوء شديد ومضلمة، يا دوب اللي باين في الضلمة هو ضوء القمر على سطوح البيوت. المهم نورت الكشاف وفضلت ماشي شوية، ولقيت جنبي راجل عجوز قصير بيقول لي انت رايح فين يا ابني؟ وقتها استغربت من وجوده في المكان ده وقلت له رايح لبيت جدي اللي في آخر الشارع. هو جدك يبقى مين؟ الحاج سعيد خلاف، صاحب ورشة النجارة اللي في الشارع. ايوه عارفه. وانت ابن مين في ولاده؟ ابويا يبقى ابنه الكبير الحاج احمد. لقيته سكت وفضل ماشي معايا لحد ما وصلني عند البيت وسابني ورجع تاني. ما حطيتش في بالي ودخلت سلمت على جدتي وقعدت معاهم. وانا راجع كانت الساعة داخلة على 1:30 تقريبا. اول ما وصلت المنطقة الضلمة لقيت الراجل العجوز واقف مبتسم. سلمت عليه وقلت له تصبح على خير. لقيته قرب مني وقال لي جدك اخباره ايه؟ بصراحة انا كنت مصدع وعايز اروح انام، فقلت في بالي ده شكله رغاي وانا دماغي مش ناقصة. فرديت عليه وقلت له تمام بخير، ومشيت على طول وسبته. بعدها بكام يوم برضه كنت سهران بالليل، حسيت اني زهقان ومش عارف اروح فين. فضلت افكر شوية كتير، بعدها قلت هروح ازور جدي. يومها كان الجو برد جدا، فلبست الجاكيت وخرجت. لقيت الشوارع فاضية تماما. لما مشيت في الشارع ما لقيتش اي حركة ولا صوت غير يا دوب نباح كلاب في الشوارع البعيدة. ومفيش دقيقتين بعد ما مشيت والنور قطع في الشارع بتاعنا كله. وقتها قلت بيني وبين نفسي الله كده كملت. بعدها نورت كشاف التليفون ومشيت في الشوارع الضلمة، وعند نفس المكان لقيت الراجل العجوز واقف برضه. قلت كده حلوت قوي هيصدعني بأسئلته. ساعتها مشيت جنبه وسلمت عليه. لقيته بص عليا وقال لي رايح تزور جدك برضه؟ ايوه يا حاج رايح له. طيب خدني في طريقك يا ابني، انا ساكن في البيت اللي بعد جدك بشارعين. تمام اتفضل. وفعلا مشي جنبي.
بس الغريب انه كان لابس لبس صيفي رغم الجو البرد، كمان بيمشي بشكل سريع. بصراحة اتكسفت اسأله هو لابس صيفي ليه، ولما وصلت قدام بيت جدي سلمت عليه وقلت له تعالى يا حاج اتفضل اشرب شاي. هو مردش عليا وسابني ومشي. الغريب اكتر ان شفته راجع لنفس المكان اللي كان واقف فيه. انا ما كنتش عارف السبب، لان هو قال لي انا رايح البيت اللي بعد بيت جدي، يبقى ايه اللي رجعه تاني؟ بعد تفكير شوية قلت انا مالي، ما يروح مكان ما هو عايز. ولما دخلت لقيت جدي وجدتي نايمين. رحت راجع تاني بيت ابويا، واللي توقعته حصل. لقيت الراجل واقف في نفس المكان. المرة دي قلت في بالي هو الراجل ده بيراقبني ولا ايه، وابتديت اتخنق منه. عديت عليه بسرعة وسلمت ومشيت. شفته بيبص عليا وكان ساكت تماما. تاني يوم ابويا هو اللي قال لي تعال نروح نسلم على جدك، وفعلا رحنا بعد صلاة العصر. ساعتها لقينا جدي قاعد قدام البيت بتاعه. بعد ما قعدنا جنبه سألته هو مين جاركو اللي على طول واقف في الشارع ده؟ جارنا مين يا ولد اللي بتقول عليه؟ ده راجل عجوز قصير شوية، حواجبه تخينة كده ودايما لابس صيفي. وقتها جدي برق عينيه وسألني هو الراجل ده انت شفته فين؟ امبارح بالليل، ومن كام يوم قبلها لما جيت لكم بالليل. هو كان واقف قدام البيت الطوب اللي جنب مزرعة الفراخ، وكل ما يقابلني يفضل يسأل فيا. وقتها لقيت جدي سرح شوية وقال لي كويس يا ولد انك مش عارفه، لانك لو عرفت ده مين كنت اتجننت رسمي. انت ليه بتقول كده يا جدي؟ لان الراجل اللي انت شفته ده ميت من 20 سنة. طبعا اتصدمت من كلام جدي. قلت له مات ازاي؟ ده انا بقولك كان بيكلمني امبارح زي ما انا وانت بنتكلم كده. انا احكي لك الحكاية يا ولدي. هو كان ساكن في البيت اللي على اول الشارع بعدنا. كان شغال خباز وبيروح الطابونة من بدري قبل الفجر، لكن ولاد الحرام بقى قتلوه وهو رايح الشغل. كانوا فاكرين معاه فلوس في محفظته، الله يرحمه. ولما طلع الصبح الناس لقوه ميت في نفس المكان اللي انت شفته فيه. ومن ساعتها كذا حد شافه وحكى عنه. على فكرة هو بيختفي فترة ويرجع يظهر تاني، وهو دلوقتي انت بتقول انه ظهر لك. في اللحظة دي ابويا كان واقف سامع الكلام اللي دار بينا. لقيته بصلي بغضب وقال لي انا مش مستغني عنك يا ابني، تاني مرة ما تجيش لوحدك بالليل. أنا هرجع شوية سنين لورا، لأن التجربة اللي عشتها دي حصلت معايا وأنا في إعدادية، إنما أنا دلوقتي عندي 25 سنة. ابتدت القصة في ليلة حسيت فيها إني عطشانة. خرجت من الأوضة ورحت للتلاجة علشان أجيب مية. كان المفروض أروح المطبخ أشرب وارجع للسرير تاني، لأن وقتها كانت الساعة 2 بالليل، لكن علشان كنت طفلة شقية شوية خرجت بره. كان في أوضة كنا مسمينها أوضة المجلس، والأوضة دي تعتبر بره البيت أساسا. هي صحيح كانت لازقة في البيت، إنما كانت تعتبر منفصلة بذاتها، لأن أبويا كان بيجيله ضيوف كتير، وعلشان خصوصية البيت وأمي وأنا وأخواتي البنات ففضل إن الأوضة دي تكون منفصلة. المهم أنا خرجت لعندها ومعرفش إيه اللي خلاني أعمل كده. وقتها بصيت لفوق، وهنا ابتدت كل حاجة تحصل، لأن شفت على سطح المجلس شخص، أو بالأصح كان مخلوق مخيف. كان لونه أسود وله ودان طويلة أكبر من وشه. هو كان كبير وطويل ولابس عباية سودة. باختصار كان حاجة كده مخيفة. تخيلوا بقى بنت لسه طفلة وشافت كده. كان المفروض إني أصرخ ولم كل البيت حواليا، بس أنا ما عملتش كده. اللي حصل إن عيني جت في عينه، بعدها نزلت عيني لتحت وأخدت نفس عميق، وبكل هدوء لفيت ناحية البيت ومشيت بالراحة لجوه.
وأول ما وصلت للباب جريت بشكل غريب. معرفش السرعة ولا القوة اللي كنت فيها دي جت منين. كل همي إن ما بينش للمخلوق ده إن كنت خايفة منه. المهم عدى كام ليلة بعد الليلة دي وأنا ما كنتش عادية ولا طبيعية. بقيت أشوف ناس جنبي يمشوا وبسمع أصوات غريبة. المشكلة إن ما كانش في حد بيشوف ولا بيسمع الحاجات دي غيري، ولما حكيت لأهلي على كل اللي حصل محدش فيهم صدقني. قالوا لي إن أنا مجرد عيلة وأكيد بيتهيألي، وطبعا شقاوتي وقتها كان ليها الفضل الأكبر إنهم ما يصدقونيش. وما كنتش بسمع منهم غير دي تخيلات، ده انت بيتهيألك، ده أكيد حلم يا بنتي وما تفكريش في الحاجات دي كتير. المهم في يوم كنت بغسل المواعين وكان الحوض جنب باب المطبخ، ومرة واحدة حسيت بحد موجود معايا، ولما لفيت شفت واحد لابس أبيض بالكامل بيتمشى. وأنا فضلت أهز دماغي وأقول لنفسي اهدي كده، أكيد بتخيل وأكيد بيتهيألي. هو ده بالظبط كان ردة فعلي. عارفة إن أكيد بتسأله إزاي في كل مرة مش بصرخ، بس أنا كنت فعلا بحاول أستوعب اللي بيحصل معايا، وكمان علشان عارفة ومتأكدة إن أهلي محدش فيهم هيصدق مهما صرخت. المهم نرجع للشخص اللي كان لابس أبيض ده. لما شلت عيني من عليه وقلت لنفسي إن أنا أكيد بيتهيألي وبتخيل اللي بيحصل، رفعت عيني تاني عليه، لقيته موجود الناحية التانية ناحية المخزن. وهنا بقى اتأكدت إن اللي بشوفه ده حقيقي مش خيال. جريت على أهلي قلت لهم، وحصل منهم بالظبط اللي كنت متوقعاه. محدش صدقني، ولا حتى حد قال لي إنه يوديني الشيخ أو حد يقرأ عليا قرآن ويشوف لو فيا حاجة، وأنا ما بقتش عارفة أتصرف إزاي وقتها. عدى كام يوم وأنا على نفس الحال، أشوف أشخاص محدش بيشوفهم غيري، وزادت المواقف كل يوم عن اللي قبله، وأمي بدأت تلتفت لي وبدأت تصدقني. وفي يوم كنت في الحوش ناحية المجلس مشغولة بحاجة، شفت واحدة ست عادية كانت زيها زينا، وكانت بتدخل من باب الحوش ناحية الصالة. أنا كنت أول ما حد بيجي لأمي كنت بجري أعمل لهم القهوة أو المشروب بسرعة، والمرة دي أول ما شفتها جريت عملت القهوة وجهزتها وناديت على أمي، قلت لها يا أمي تعالي خد القهوة أنا جهزتها. ردت عليا وقالت لي عاملة القهوة لمين؟ قلت لها للست اللي دخلت من شوية. قالت لي ست مين دي؟ قلت لها واحدة لابسة عباية ودخلت عندك الصالة، أنا شفتها بعيني لما دخلت. قالت لي والله أنا قاعدة هنا من ساعة محدش دخل. كنت مبرقة عيوني من الصدمة، معقولة أكون بتخيل للدرجة دي؟ وقتها أمي ابتدت تصدقني شوية بشوية. بعدها كنت قاعدة مع أمي بره وفرشين الحصيرة اللي هي زي السجادة وبنقعد عليها. كنت ممددة على ظهري وبشوف النجوم في السماء، وأمي كانت بتتكلم معايا، وفجأة شفت زي طائر حجمه كبير لدرجة إنه غطى كل مساحة نظري. معرفش هل هو فعلا طائر ولا إنسان ولا إيه، لأن بجد ما كانش طبيعي. المشكلة والغريب في الموضوع إني برضه ما صرختش، كل اللي عملته إني لفيت ناحية أمي وحضنتها. قالت لي مالك في إيه؟ قلت لها على اللي شفته. قالت لي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبدأت تواسيني وتحاول تخليني مخافش من حاجة. كنت بشوفهم قدامي دايما، وبالليل بسمعهم جنبي وكأني منهم، بس بصراحة وشهادة الحق هم ولا مرة أذوني ولا مرة أزعجوني، ده بالعكس كانوا بيساعدوني وبيهتموا بيا. فمرة كنت نايمة وكنت حاطة توكة على راسي وما شلتهاش قبل ما انام، وكنت حاطة البطانية تحت رجلي، وبرغم ان الجو كان برد فجأة سمعت صوت واحدة ست كانت بتقولي وهي بتزعق فيا ومتعصبة، ليه نايمة وما شلتيش التوكة من راسك؟ وليه مش متغطية كويس؟ الصوت قرب مني جامد لدرجة اني حسيت بايديها وهي على راسي وبتشيل التوكة، وبعدها خدت البطانية من تحت رجلي وغطتني كويس، بس وهي بتغطيني ايديها لمست ايدي،
حسيت بإحساس الشلل التام، ولحد الفجر ما قدرتش أحركها من الألم. من الصدمة والإحساس اللي حسيته قلت يمكن حلم، لكن لما صحيت الصبح لقيت نفسي متغطية بالبطانية والتوكة موجودة جنبي. بعد 2 من وفاة ابن عمي، كان طفل وعنده حوالي 10 سنين. الصدفة إن كنت في الأوضة بحاول أنام ومش عارفة، لأن كنت بسمع صوت بينادي شخص، كان بيقول له يا أيمن شوف نادية ما نامتش. ضحك أيمن وقال له شفتها يا ناصر قبلك. ناصر ده ما كنتش أعرفه أساسا، إنما أيمن ده يبقى ابن عمي اللي مات، والصدفة إن نفس الاسم ونفس الملامح، بس كانت ملامحه كبرت شوية وكأنه كان عايش ما ماتش. يعني ابن عمي ما ماتش؟ طب كان فين؟ طب أنا بيتهيألي؟ بعدها قعدوا يلعبوا وطلعوا يجروا بره، ومن يومها ما شفتهمش تاني. الحاجة اللي بسببها أمي وجدتي ابتدوا يتحركوا ويحاولوا يساعدوني ويكلموا ناس يساعدوني هو الموقف اللي هحكيه دلوقتي. في يوم كنت نايم عادي، وفجأة سمعت صوت راجل وواحدة ست كبار في السن كانوا بيتكلموا جنبي بصوت واطي. فتحت عيني شوية وشفتهم وشفت ملامحهم، كانوا طبيعيين زي وزيكم. أنا من الخوف غمضت عيوني، وهم في اللحظة دي قطعوا كلامهم، وقالت الست أخيرا يا نادية صحيتي علشان تشوفينا؟ وبعدها ضحكوا بصوت عالي، وأنا كنت مغمضة عينيا وبسمعهم. كملوا كلامهم بعدها، واللي افتكروا إن الكلام كان مهم وكلام كبير. أول ما صحيت من النوم كنت فاكرة الكلام، ورحت لأمي وقلت لها عليه. ولما وصلت عند نقطة إنهم اتكلموا عن، وقتها اتربط لساني وكأن حد مسح الكلام من عقلي. أم فضلت تقولي كملي، بس أنا كنت ساكتة ومش قادر أنطق. بعدها اتكلمت وقلت لها خلاص نسيته، مش فاكرة. أمي قالت لجدتي وجم تاني سألوني، وقتها أنا قلت لهم على كل حاجة حصلت. جدتي قالت لي وليه ما قلتش من الأول؟ وتقريبا بعدها بيوم جدتي جات لي وقالت لي ما تخافيش، مش هتشوفيهم تاني مهما حصل، بس اقري الصورة دي دايما والباقي خليه على الله وعليا. فعلا من اليوم ده ما شفتهمش تاني، ومعرفش ايه اللي جدتي عملته. وبعد فترة جدتي توفت، ولحد النهاردة بشكرها على اللي عملته معايا، وكمان لأنها صدقتني وساعدتني. أنا صحيح لحد دلوقتي ما بشوفهمش، بس دايما بحس بيهم في كل مكان. في أيام الثانوية كنت متضايقة لسبب ما، وكنت بمر بمرحلة اكتئاب وضيق. يومها كنت نايمة وحسيت كأن حد بيصحيني من النوم. صحيت وقمت تلقائيا، كأن حد بيأمرني ويقول لي تعالي. طلعت للحوش ووقفت في النص، وحد قال لي جيب الحصيرة اللي بنقعد عليها. جبتها وفرشتها وسط الحوش، وقعدت في النص وكأن في حد قاعد معايا. يعلم ربنا ان في اللحظة دي شفت فوق 10 قطط حوالين الحصيرة. كان في مجموعة رايحة ومجموعة جاية، وانا فضلت قاعدة مكاني ولحد الفجر وانا على نفس القعدة، لحد ما سمعت صوت المؤذن قال الله أكبر. وقتها قمت وجريت ورحت سريري. لكن بعد اليوم ده الضيق راح عني، حسيت كأن اللي حصل ده كانت مواساة ليا. وبصراحة مش عارفة ايه اللي حصل وقتها، وايه اللي خلى حالة الاكتئاب دي تروح. من 1.5 سنة اتجوزت، وبعد كتب الكتاب جت واحدة ست كبيرة في السن. هي قريبتنا بس من بعيد. كلنا نعرف ان الست دي عندها سوابق في عالم الجن، وكانت بتشوفهم وبتتكلم معاهم دايما، وفي كلام من بعض الناس انها ساحرة. المهم كنا قاعدين انا وهي وامي قامت كده تعمل حاجة، واول ما قامت امي هي استغلت الفرصة وفضلت تقول لي كلام. قربت مني وهمست في ودني وقالت لي تعرفي ان من بعد ما جوزك قال نعم كل اللي كانوا معاكي مشوا؟ قلت لها انت تقصدي ايه؟ ومين هم دول اللي كانوا معايا ومشيوا؟ بس هي سكتت وما كملتش كلام. بعدها انا فهمت تقصد مين. قلت لها انت تقصدي الجن. قعدت تضحك وهي بصالي. قلت لها جدتي قالت لي ما تخافيش،
لأن بيني وبينهم علاقة كبيرة من وقت ما كنت صغيرة. وقتها اتكلمت وقالت لي ازاي؟ قلت لها كنت بشوفهم. قالت لي لا، ده مستحيل حد يشوف الجن بهيئتهم. قلت لها لا، شفتهم، ده انا كان بيحصل معايا كذا وكذا وكذا، وحكيت لها كل اللي كنت بشوفه وبيحصل. قالت لي هم فعلا كانوا جن، بس ما كانوش بهيئتهم الحقيقية. قلت لها لا والله انا شفتهم. قالت لي لا، مستحيل، لان لو شفتيهم ما كنتش قدرت تعيشي من الخوف. عندت معاها وقلت لها لا، شفتهم، وحكيت لها على اول موقف حصل لي لما شفت الشخص المخيف اللي ودانه كبار. بصت ناحيتي بنظرة استغراب وقالت لي ايوه دي هيئتهم الحقيقية. طب وعملت ايه لما شفتيه؟ قلت لها لفيت لورا وعملت نفسي طبيعية، وبعدها جريت لما وصلت عند الباب. قالت لي بصي، هم ما بيطلعوش بهيئتهم الحقيقية الا لنوعين من الاشخاص، يا اما شخص خفيف العقل او يعني شخص قوي العقل. قلت لها يعني انا قوية العقل؟ ضحكت بعدها وقالت لي طب لو انت قوية العقل ليه كنت بتقولي لما بتشوفيهم؟ قلت لها علشان بكون خايفة فبقول لأهلي. بس قالت لي جملة لحد دلوقتي مش قادرة انساها. قالت لي لو كنت ما قلتيش لحد كانوا لغاية دلوقتي فضلوا معاكي، وكان زمانهم بيساعدوكي في كل حاجة وأي حاجة تحتاجيها، وأي حاجة عايزة تعرفيها هيقولولك عليها. لكن الشخصين الكبار في السن اللي شفتيهم دول مش جن، والحمد لله انك بخير وما شالوكيش في نفس الليلة، لان ما كانش معاكي حد ويساعدك. واللي شفتيه في السما برضه ما كانش جن، دول كلهم سحرة وكانوا عايزينك، بس لو اتجمعوا عليكي 100 ساحر في اللحظة دي محدش كان هيقدر يقرب ناحيتك. وقالت لي من فترة بسيطة في قط اسود قعد جنب راسك وانت نايمة، وكان عايز يضرك بس ما قدرش لان كان في حد معاكي وقتها. وكل ما تقول لي حاجة تسكت فترة وبعدين ترجع تتكلم. انا وقتها كنت بضحك وقلت لها طب ليه سابوني لما اتكتب كتابي؟ عادي يعني كانوا كملوا معايا وانا متجوزة. قالت لي لا خلاص جوزك قال نعم، وبعدها سكتت تاني. وقتها انا معرفتش كانت تقصد ايه. المهم الست دي كانت معزومة على فرحي، وقبل الفرح بيوم جت بيتنا وقالت لي بكرة هاجي من الفجر معاكي علشان احضر فرحك. بس يوم الفرح ما شفتهاش، وفي ليلة الفرح راحت بيت حد من الجيران، وفرحي كان في نفس الوقت بتاع كورونا، وطبيعي ما عزمناش كتير الا الناس القريبين. المهم كان عندنا جارة بس احنا ما عزمناهاش، بس اخواتي ودولها وجبة العشاء. والست الجارة دي هي نفس الست اللي راحت عندها قريبتنا، وكانت موجودة عندها لما راح لها العشاء. قالت لها ده من فرح الجيران، ولما عرفت انه فرحك مرضتش تاكل ولا لقمة. المهم قريبتنا دي من بعد الفرح بقينا ما بنشوفهاش كتير وما بتجيش البيت الا قليل. ودي كانت قصتي، والحمد لله انا دلوقتي عايشة حياة سعيدة مع طفل اللي عمره 6 شهور. ابويا الله يرحمه كان متجوز 2، الاولى كان معيشها في فيلا من 3 ادوار، والزوجة التانية اللي هي امي كانت عايشة في بيت مكون من دورين. ولما ماتت مراته الاولى مات بعدها ابويا بفترة قليلة الله يرحمهم، وبعدها بسنتين امي ماتت. وبحكم ان ما بقاش لينا حد من بعد ابويا وامي، ولاننا كنا صغيرين وقتها، نقلنا كلنا للفيلا ام 3 ادوار، وعشنا مع اخواتي اللي من ابويا لمدة 20 سنة. في ال20 سنة دي ما عتبناش عند البيت الصغير ابو دورين، لكن حصلت ظروف فاضطرينا نرجع للبيت الصغير تاني، وشفناه كان غير قابل للسكن نهائي. وقتها جبنا عمال وجددنا فيه حاجات كتير، واستمر موضوع التجديد والتظبيط ده لمدة 2 شهر. ولما سكننا فيه بعد التجديد لاحظنا ان في ظواهر غريبة بدأت تحصل معانا. كنا ساكنين في الدور الارضي، والدور التاني خليناه لاخويا الكبير لما ينوي يتجوز،
في أول ليلة في البيت لاحظنا إن في أصوات أشخاص بتمشي في الدور اللي فوق، وكانت خطواتهم تقيلة. في الأول ما شكناش في الموضوع، قلنا يمكن الأرض عايزة تتظبط، لأن المبنى قديم والعمال ما اشتغلوش إلا في الدور الأرضي وبس. ولما صحينا الصبح كنت أنا وأخويا بنفطر بره، واختي الصغيرة كانت نايمة في الأوضة اللي في وش الصالة. وقتها سمعنا رفصة في الباب قوية، ومن شدة صوتها اتنطرنا أنا وأخويا من مكاننا. لما طلعت أختي الصغيرة قالت: هو في إيه؟ في حد يصحي حد من النوم بالطريقة دي؟ قلت لها: بقولك إيه يا بت، ما تستهبليش علينا وتعملي الحركات بتاعتك دول علشان تخوفينا. راحت جت لحد عندي وقربت مني وورتني وشها. كان وشها مليان نوم وكأنها بتحاول تستوعب أنا بقول إيه. فضلنا ساكتين وراحت هي كملت نومها في الصالة. اليوم اللي بعده كنت نايمة في الأوضة اللي كانت نايمة فيها أختي قبل كده، وظبطت المنبه وقمت صليت الفجر، وبعدها رجعت أكمل نومي. في لحظة حسيت إن نفسي اتكتم. حاولت أصوت أو أنادي على حد من إخواتي بس ما قدرتش. لفيت عينيا شمال ويمين. وقتها جت عينيا على مراية الدولاب، كان فيها ظل اسود طويل واقف بيبص عليا. هو ما كانش ظاهر له اي ملامح. وقتها اترعبت وكنت هموت من الخوف. قلت يمكن خلاص ده وقت الموت فعلا، لان جه في بالي ان ده ملك الموت، فبصراحة كنت مستسلمة للواقع. وقتها قرب مني اكتر، وانا حاولت اديله ظهري علشان ما كنتش عايز اشوفه، لكن فضل يزق فيا من ظهري، وفي الاخر رماني من على السرير. فضلت استعيذ بالله من الشيطان واقرا قرآن، وكل ما احاول اسحب نفسي لنص السرير يرجع يشدني لغاية ما اتمكن مني تماما. وقتها نزلت رجلي من على السرير، وهنا قدرت اتحرك وجريت وخرجت من الأوضة. رحت ادور على اخواتي بس ما لقيتهمش في البيت. فضلت ادور عليهم لحد ما عرفت انهم خرجوا. رجعت تاني على الأوضة وفضلت اردد آية الكرسي واشوف الوضع. كانت الأوضة زي ما هي والظل اختفى. شغلت قرآن فيها وخرجت تاني. قلت لاخواتي على اللي حصل بس طبيعي ما صدقونيش. قالوا لي ان انا مش عاجبني البيت وعايز ارجع للفيلا. سكت ومرضتش اتكلم كتير في الموضوع ده، لان انا مش من النوع اللي بيحب يطول في الكلام والمناقشات اللي زي دي. لكن بعدها بفترة جم هما الاتنين يشتكوا من الجاسوم، وكمان كانوا بيشتكوا من حاجات بتحصل معاهم. وعدى حوالي شهر على الوضع ده. كلنا كنا بنسمع أصوات من الدور التاني، ومعظم الوقت يقوموا اخواتي مفزوعين من الكوابيس. بعدها اضطر اخويا الكبير انه يسيبنا ويروح محافظة تانية بحكم شغله، وغاب عننا حوالي 3 أسابيع. وطبعا الأوضة بتاعته بقت فاضية، بس كنا بنسمع حد بيتكلم ويحكي جواها دايما. بعدها قررت اعمل برنامج لسورة البقرة في البيت، بس للأسف الحالة بقت أسوأ وأسوأ. وعدت الأيام وأنا بحاول ألاقي حل. قلت ما ينفعش أقتصر على سورة البقرة بس، أنا لازم أقرأ القرآن كله. وبقيت أقوم أصلي قيام الليل وأدعي إن ربنا ييسر لنا أمورنا، ويا رب نخرج من الكابوس ده على خير. الغريب إن لما كنت أقرأ قرآن وقت قيام الليل، وبالتحديد عند آية السحر في سورة البقرة، حسيت إن الفستان بتاعي بيتحرك قدام عيني. وفضلت أكمل قراية لحد ما خلصت. وقتها رجع الفستان زي ما هو ثابت. رحت مسكته بإيدي وكرمشته ورميته على الكنبة، وفضل الوضع كما هو عليه. وبرضه اخواتي كانوا لسه بيعانوا وبيشوفوا وبيسمعوا. قلت لهم جيبوا شيخ يقرأ في البيت. ردوا عليا وقالوا لي: طب ما انت دراسات إسلامية، يعني تكفي وتوفي، مش عايزين نجيب شيخ وتبقى سيرتنا على لسان اللي رايح واللي جاي. وفعلا ختمت القرآن في البيت كذا مرة، وكل مرة أختم فيها بحس براحة تامة. وبعدها أحلامي بتبقى جميلة وكلها بشاير إن ربنا بيخلصنا من همنا وإننا بننقل لمكان تاني. وقبل عيد الأضحى بكام يوم كان يوم الجمعة، وكنت بقرأ سورة الناس. وقتها سمعت صوت قوي جاي من الصالة، والصوت ده هز البيت كله. راح أخويا يشيك لقى السقف واقع.
وقتها جه واحد من الجيران يطمن علينا. قلنا له ان السقف وقع فجأة. قال لنا انتوا زي عيالي وما انصحكوش تناموا هنا تاني، الاحسن انكم تغيروا البيت ده وتطلعوا منه، انتوا ما خلصتوش الدور التاني وما نضمنش ان ممكن البيت كله يقع عليكم. من هنا اقتنع اخويا اننا ننقل، وفعلا حصل اللي كنت عايزاه. بعد النقل بسنة ونص سمعنا اخبار ان جدتي امي ماتت. امي كانت جنسيتها غير جنسية ابويا، واخوالي ما كانوش عايشين معانا في نفس بلدنا. المهم اتكلم خالي، فضل يعيط ويقول سامحوا جدتكم. وبعد كده عرفنا ان جدتي حطت سحر في البيت اللي كنا ساكنين فيه، بالظبط في الجدار اللي فوق في الدور التاني، بس احنا ما كناش عارفين السبب ولا حتى اخوالي كانوا عارفين. وبعد موتها للأسف السبب مات معاها. وبكده تبقى خلصت حلقتنا. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير في كل مكان، التفاعل مهم جدا وبيساعد على انتشار القناة والحلقات أسرع. أتمنى ما تبخلوش علينا بالتفاعل والدعم، وما تنسوش أبويا الله يرحمه وأخواتنا المستضعفين من دعائكم، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.